المشاهدون الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. أحييكم وأقدم لحضراتكم نشرة أخبار المساء من الفضائية الإريترية واستهلها بأبرز العناوين. وفد إريتري عالي المستوى يشارك في قمة روسية إفريقية. انعقاد المؤتمر الرابع لجمعية معاقي الحرب الوطنية الإريترية. مستشفى أفعبتة يبدأ خدمات طب الأسنان. مقتل شخصين خلال احتجاجات جديدة ضد الحكومة في العراق. القادة الأوروبيون يوافقون على إرجاء بريكسيت. وحرائق عنيفة تجتاح كاليفورنيا وإجلاء نحو 50,000 شخص. السلام عليكم ورحمة الله. شارك وفد إريتري عالي المستوى يتكون من معالي وزير الشؤون الخارجية السيد عثمان صالح ومسؤول الشؤون الاقتصادية للجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة السيد حغوس قبرهوت وسفير إريتريا في روسيا السيد بطرس أجاي في أول قمة روسية إفريقية للشراكة، والتي انتظمت في 23 و24 من أكتوبر الجاري في سوتشي الروسية. وفي القمة التي شارك فيها رؤساء وممثلين لأكثر من 40 دولة إفريقية بالإضافة إلى روسيا، قدم الوفد الإريتري عالي المستوى رسالة إريتريا حول علاقات الصداقة التي يتوجب على روسيا إقامتها مع إفريقيا. وأكدت رسالة إريتريا أن محاولات إحلال هيمنة القطب الواحد في ربع القرن الماضي بعد انتهاء الحرب الماضية أدت إلى الأزمات والدمار، وأدخلت العالم في مفترق طرق انتقالي، وإن روسيا التي تعمل لإصلاح دورها وتأثيرها بعد الخروج من مصاعب داخلية وتخطي محاولات الحظر تنشط لتقوية علاقاتها مع إفريقيا. وأضافت رسالة إريتريا بأن عصر الحرب الباردة كانت فترة نضال شعوب إفريقيا للانعتاق من ظلام الاستعمار والنهب ومرحلة أولية لبناء الدول، موضحة بأن إفريقيا أصبحت قارة الأزمات والحروب والمجاعة والمعاناة بسبب مواجهة خارطة الطريق التي وضعها الآباء المؤسسين لضمان إحلال الحرية والعدالة والاستقرار وإنهاء النهب والاستحواذ وتأمين النماء والرخاء للشعوب. أجندة الهيمنة والنهب التي استمرت دون هوادة من والخلافات الداخلية والفساد من جهة أخرى. وأوضحت رسالة إريتريا في المؤتمر تأسيس الاتحاد الإفريقي عام 2002 بتنظيم أفضل بعد عدم تمكن المنظمة الوحدة الإفريقية التي تأسست عام 1963 تحقيق رغبات شعوب إفريقيا، غير أن المنظمة الجديدة ليست أفضل من سابقتها، ومنذ تأسيسها وحتى الآن تمول 90% من مشاريعها بالدعم الخارجي وتغطي أكثر من 50 من ميزانيتها الإدارية بالعطاء. وأشارت كلمة إريتريا أن أغلب علاقات التعاون مع إفريقيا كانت لعبة جمع الصفر، ورغم أن الكثير من أصابع الاتهام توجه إلى قوى الهيمنة والنهب، إلا أن المسؤولية الأولى تقع على الأفارقة، مؤكدة بأن تأسيس الشراكة الحقيقية تأتي فقط بإيجاد الأفارقة الحل الحقيقي لمشاكلهم. وأوضحت رسالة إريتريا في الختام أن لروسيا الإمكانية بمواردها لإقامة صداقة جيدة مع إفريقيا عبر تصحيح الأخطاء السابقة وتجاوز عمل الآخرين المعهود سابقا، ويدرك واقع الوضع الغير المتطور لإفريقيا بما يتماشى مع الأوضاع الراهنة والمستقبلية في العالم، وعدم جعل إفريقيا أرضية لتلاعب قوى النهب، ويمنح الفرصة للأفارقة لحل مشاكلهم بأنفسهم وتنمية مواردهم وثرواتهم والتمكن من الشراكة الحقيقية ووضع خارطة طريق مشتركة تهدف للتعاون والعمل لإحلال نظام عالمي يحترم القانون الدولي. وأجرى وفد إريتريا على هامش المؤتمر لقاءات مع المسؤولين الروس المعنيين في مجالات الاستثمار والتجارة والطاقة والتعدين والصناعة وغيرها. تجري فعاليات المؤتمر الرابع لجمعية معاقي الحرب الوطنية في العاصمة أسمرة في 5 و26 من أكتوبر الجاري. وفي مراسم الافتتاح التي حضرها الوزراء وكبار المسؤولين في الحكومة والجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة وممثلي الجمعية في الأقاليم والضيوف المدعوين، ألقت ضيفة الشرف معالي وزير العمل والرعاية الاجتماعية السيدة الأول قبرآب كلمة قالت فيها إن هذا الحدث هو نتاج للحملة القوية التي جرت لتحقيق إريتريا الحرة والمزدهرة
ظل يتحرك فيها المواطن بحرية ويتجول فيها عزيزا مكرما مرفوع الرأس، فضلا عن الثمن الباهظ الذي دفع لحماية السيادة الوطنية، داعية لضرورة النظر إلى هذا الحدث من زاوية المرحلة العصيبة التي أمضاها الشعب والوطن لإثبات الوجود. وذكرت الوزيرة الأول بأن فعاليات المؤتمر الرابع لجمعية معاقي الحرب الوطنية تجري في آفاق سلام مبشر، مما يكسبها معنى عظيما ومكانة مهمة، وهنأت الجمعية لتسييرها أعمالا ناجحة حسب إمكانياتها بأسلوب أكثر دقة وتنظيما وتنسيقا راقيا، وعبرت عن أمنياتها الكبيرة بأن يستمر أعضاء جمعية معاقي الحرب بقوة في تنفيذ برامج تمكنهم من الاعتماد على أنفسهم إلى جانب الجهود الجارية لتطوير الخدمات. وقدم رئيس الجمعية الوطنية لمعاقي الحرب الأستاذ قبر برهان إياسو توضيحا مفصلا مصحوبا بالأرقام حول أوضاع الجمعية الراهنة والتحديات التي تواجه إكمال متطلبات لدعم الجسد وحماية صحة الأعضاء، وتطرق سيادته إلى الخطوات المتخذة لتطوير الأعمال الذاتية وخلق أرضية صلبة لتفعيل مصادر اقتصادية وإنتاجية وسبل تطورها وتقدمها، وعلاقة العمر والإعاقة، وقضية معاقاة الحرب، وكذلك قضية تقرير مستوى الإعاقة والتحديات العمارية والبنى التحتية، فضلا عن مشاكل المواصلات وغيرها من المجالات. كما قدمت في المناسبة قدمت جمعيات البصر والصم والإعاقة الذهنية والجسدية الوطنية كلمات تضامنية، ويتوقع أن يصدر المؤتمر الرابع قرارات وتوصيات مهمة بعد مناقشة وبحث تحسين دستور الجمعية وعملية انتخاب المجلس المركزي. الجمعية الوطنية لمعاقي الحرب هي جمعية خاصة غير حكومية تأسست في أكتوبر من عام 1993 برغبة ومبادرة الحكومة الإريترية، وتهدف إلى تأمين فرص متساوية وحقوق معاقي الحرب وضمان حياتهم المعيشية والمستقبلية. في إطار الجهود الجارية لإكمال متطلبات مستشفى أفعبت، بدأ المستشفى خدمات طب الأسنان بعد توفير كادر صحي وأدوات صحية متكاملة. وأوضح طبيب الأسنان الشاب إسماعيل طاهر أن الخدمات تشتمل على التهاب الأسنان وإزالة الأسنان المسوسة، فيما تجري الاستعدادات لبدء خدمات حشو للضرس وتعويض السن المسوسة قريبا. من جهته قال مسؤول الإدارة والمالية للمستشفى السيد ملوقيت صقاهي أن إضافة خدمات طب العيون إضافة إلى خدمات طب العيون التي بدأت قبله، أو خدمات طب الأسنان إضافة إلى خدمات طب العيون التي بدأت قبله، ساعد سكان المديرية والمناطق المجاورة لها لتلقي خدمات متكاملة عن قرب. وأشار السيد ملوقيته إلى وضع برنامج لفتح خدمات الإسعافات الأولية للأطفال قريبا، مشيدا بمساهمة مديرة أفعبت لبناء قسم خدمات طب الأسنان. وأوضح مستفيدو طب الأسنان أنهم كانوا يذهبون مسبقا إلى أسمرة أو كرن للحصول على الخدمات، مما كان يسبب مصاعب ومتاعب وصرف لأموال كثيرة، مشيرين إلى حل إشكالياتهم في الوقت الحالي. هذا ويقدم مستشفى أفعبت خدمات الولادة والفحص الطبي والأشعة السينية والجراحة والإسعافات الأولية وطب الأسنان والعيون، كما تتوفر فيه عنابر لانتظار الحوامل وغرف للمرضى النزلاء. قيم الاجتماع الذي نظم في 23 من أكتوبر الجاري في مدينة مندفرة قيم الأنشطة النفيرية الفعالة والناجحة التي سيرت في إطار الحملة الطلابية التنموية الصيفية التي انتظمت في الفترة من 8 من يوليو وحتى 10 من أغسطس في الإقليم الجنوبي. وقدم منسق الحملة في الإقليم الأستاذ سسفاهيوت قدي تقريرا مفصلا أوضح فيه أن حوالي 4600 طالب من 21 مدرسة ثانوية عملوا في 47 نقطة عمل في 12 مديرية بالإقليم، واشتملت الأنشطة المسيرة على حفظ المياه والتربة وغرس الشتول وصيانة الكنبات المدرسية وكذلك صيانة الطرق، حيث غرست حوالي 90 ألف شتلة وبناء 500 مدرجات قنواتية وأكثر من 14 ألف متر مربع من الحواجز المائية. وذكر الأستاذ سسفاهيوت بأن نقص المعدات العمل والمواصلات من أهم التحديات، داعيا لإيجاد آليات حلول جذرية مستقبلا. من جهته قال مسؤول مكتب التعليم في الإقليم الأستاذ هبتزكي كيداني أن تنسيق الإدارات والمؤسسات الصحية ومكاتب الزراعة لعبوا دورا كبيرا في إنجاز الأعمال ونجاحها، داعيا لضرورة العمل لارتكاز الحمل على المدارس. وطالب المشاركون في الآراء التي أدلوا بها لإجراء تقييم دقيق ومفصل للأنشطة التي سيرت عبر الحملة الطلابية التنموية الصيفية
ونتائجها، وضرورة منح اهتمام أكبر لمعدات النفير وحراستها جيدا. ودعا المدير العام لقسم الخدمات الاجتماعية في إدارة الإقليم الأستاذ قلعاب تسفى سلاسي لحل نواقص وجوانب قصور تعرقل البرامج والخطط الموضوعة مسبقا لضرورة تحقيق الحملة لأهدافها المنشودة. عقدت رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة الإريترية السيدة تخا تسفى ميكائيل في 24 من أكتوبر الجاري في مدينة عصب سمينارا بمناسبة الذكرى الأربعين لتأسيس الاتحاد. وقدمت السيدة تخا توضيحا مفصلا حول خلفية وتأسيس الاتحاد والإنجازات التي تحققت خلال 40 عاما، والجوانب السلبية والتحديات والمستوى الذي وصل إليه الاتحاد ورسالته المستقبلية. وقالت السيدة تخا إن رفع الوعي وتعزيز التأطير عنصر رئيسي وأساس متين بالنسبة للاتحاد، مناشدة بضرورة تنشئة الشابات واسترشادهن كما ينبغي، وتنظيم حملات مكثفة لمساعدة المرأة للاستفادة الجيدة من الفرص المتاحة لها تعتبر من أولويات المرحلة الراهنة. شهدت مديرية حقات في 22 من أكتوبر الجاري تنظيم ورشة عمل شارك فيها أكثر من 120 من الشباب العمال الناشطين في المديرية، وهدفت الورشة إلى تعزيز الوعي والتنظيم الشبابي. وقدمت في الورشة مواضيع تناولت أهمية تعزيز تأطير شبابي واعي وتنشئة شاب يحافظ على ثقافته وقيمه وهويته، ومضاعفة أنشطة النفير والمرحلة الراهنة المبشرة وما تحمله من فرص واسعة للشباب وغيرها من المواضيع. وقال سكرتير الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في المديرية السيد هبتة عقبة قرقيش إن بناء الوطن يرتكز على بناء الشباب، مشددا بأن بناء شاب كفو بكل المناحي يتطلب دور وفي ومخلص للشباب العمال في المؤسسات التي يعملون فيها، وهي ضرورة ملحة تتطلبها المرحلة الراهنة. من جهتهما ذكر المشاركون أهمية الورشة مناشدين استمرارية الجهود الجارية لرفع الوعي والتأطير الشبابي. وكانت الكلمة الختامية للورشة لمدير المديرية السيدة آمنة الحاج عثمان ذكرت فيها الشباب العمال لتعزيز دورهم في البرامج التنموية والإعمار الوطني باعتبارهم نموذجا ناجحا لغيرهم من الشباب. فاصل أيها السيدات والسادة ونواصل الأخبار. قتل متظاهران اليوم الجمعة في بغداد مع استئناف الحركة الاحتجاجية التي أسفرت مطلع أكتوبر عن مقتل أكثر من 150 شخصا بحسب ما أعلنت المفوضية الحكومية لحقوق الإنسان. وقال عضو المفوضية إنه بحسب المعلومات الأولية فإن المتظاهرين أصيب بقنابل مسيلة للدموع في الوجه، خصوصا مع استخدام القوات الأمنية لوابل من تلك القنابل في تفريق آلاف المحتجين عند مداخل المنطقة الخضراء في وسط بغداد. وأفاد البيات عن إصابة نحو 100 شخص من المتظاهرين والقوات الأمنية بجروح. وصدت القوات الأمنية بوابل من القنابل المسيلة للدموع الجمعة آلاف المتظاهرين المحتشدين في وسط بغداد في تصعيد جديد مع استئناف الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي أسفرت مطلع أكتوبر عن مقتل أكثر من 150 شخصا. ويشير خبراء إلى أن عدم اعتماد إصلاحات جذرية يطالب بها العراقيون بعد 4 عقود من الحرب في بلد يحتل المرتبة 12 في لائحة البلدان الأكثر فسادا في العالم ليس إلا تأجيلا للمشكلة. قال مصدر أوروبي إن دول الاتحاد الأوروبي وافقت من حيث المبدأ على تأجيل موعد خروج بريطانيا من التكتل إلى ما بعد نهاية الشهر الحالي، لكن من دون تحديد موعد. وأعلنت ألمانيا أنها منفتحة على خيار منح المملكة المتحدة تمديدا قصير الأجل لموعد مغادرتها الاتحاد الأوروبي والذي كان مقررا نهاية الشهر الجاري، وذلك إثر موافقة مجلس العموم البريطاني الليلة الماضية على اتفاق بريكسيت الجديد ورفضه للجدول الزمني. وكان مجلس العموم البريطاني وافق من حيث المبدأ على اتفاق الانفصال الجديد الذي أبرمه رئيس الوزراء بوريس جونسون مع قادة الاتحاد الأوروبي، وصوت لصالح الاتفاق 329 نائبا مقابل 299 نائب.
نتائج التصويت في مجلس العموم دفعت جونسون للإعلان عن تعليق مناقشة النواب للنص إلى أن يتخذ الاتحاد الأوروبي قرارا حول إرجاء موعد الانفصال المقرر في 31 من شهر أكتوبر الجاري. وفي أول رد فعل من الاتحاد الأوروبي على نتائج التصويت في البرلمان البريطاني، أوصى رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك قادة دول التكتل 27 بالموافقة على تأجيل ثالث للموعد المحدد لخروج بريطانيا من التكتل. أصدرت سلطات ولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة أوامر إجلاء لحوالي 50 ألف شخص في شمال لوس أنجلوس بسبب الحرائق العنيفة التي تجتاح بعض المناطق بحسب ما أعلن مسؤولون في فريق الإطفاء. وغطت ألسنة اللهب خلال بضع ساعات نحو 2000 هكتار من الغابات، وباتت تشكل تهديدا للمنازل بالقرب من بلدة سانتا كلاريتا على بعد 65 كيلومترا شمالي لوس أنجلوس بغربي الولايات المتحدة. واندلعت الحرائق العنيفة في مناطق مختلفة من ولاية كاليفورنيا في شمالها كما في جنوبها، حيث اجتاحت الحرائق آلاف الهكتارات من الأراضي. كما أصدر قائد شرطة مقاطعة سونوما أوامر لإجلاء مدينة جيرسفيل التي يسكنها نحو 900 شخص، في حين لا يزال التحذير بضرورة الإجلاء ساريا لبلدة هيلدسبرغ بشمال الولاية وفق ما ذكرت فرانس بريس. دخل الفنان الجنوب الإفريقي بيرسي مايميلا موسوعة جينيس للأرقام القياسية بعد رسم أكبر لوحة في العالم باستخدام البن في مدينة جوهانسبيرغ. وبلغت مساحة اللوحة التي حملت وجه الموسيقي الجنوب إفريقي بلاك كوفي 25.9 متر، كما استغرق رسمها 4 ساعات. وجاء رسم اللوحة ضمن حملة ترويجية لشركة محلية طلبت من مايميلا الرسم باستخدام القهوة، فقبل التحدي وتوسع به ليدخل موسوعة جينيس. واشتهر مايميلا باستخدام مواد غير اعتيادية لرسم لوحاته كالبن والملح على وجه التحديد. ويقول مايميلا إن دخول الموسوعة كان واحدا من أبرز أهداف وطموحات مسيرته الفنية. انتهت نشرة أخبار المساء، قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإريترية. شكرا لمتابعتكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.